ازاي نعود نفسنا على فطار صحي كل يوم او اغلب الايام؟ المفروض يكون فيه بروتين، دهون ونشويات، وخضار كتير على قد ما نقدر، وعصاير مش اسادك قوي بتهدي وتريح المعدة. عادتنا وهي بتستقبل عصاير كل يوم احسن من القهوة على الريق، بس افتكروا اننا دايما مش هنبقى ماشيين مظبوطين 100%. البيض مصدر كويس جدا للبروتين كل يوم، بس لو عايزين حاجة خفيفة ممكن جبنة قريش عليها زعتر وزيت زيتون. ولو مش بتحبوها كده ممكن نعملها بكذا طريقة، منها الطريقة الكريمي بتكون حلوة وسهلة وخفيفة. مش عايزين نزود نشويات كتير ممكن نستخدم الرايس كيكس معاها حاجات تانية كتير زي الحمص والبيض. ولو نفسنا في حاجة مسكرة ممكن بشوكولاتة غامقة وموز، رشة قرفة خفيفة من فوق وبتطلع حلوة جدا. وممكن حاجة تانية زي زبدة الفول السوداني، بس ندور على اللي بتكون طبيعية مش مضاف زيت ولا سكر. ولو مستعجلين أو مش لاحقين تاخدوا فطار، التمر حلو قوي، أو ساندوتش سريع فيه بروتين مع خضار. زبادي اليوناني ومعاه جرانولا بيبقوا بروتين أكتر مع بعض، ونشويات صحية فبتحسسنا بالشبع لفترة أطول. وطبعا مفيش مانع لما نفطر حاجة بنحبها، المهم نعمل توازن. قولولي بتحبوا تفطروا ايه كل يوم وابعتولي الصور.